يا أهلا بكم مع ملخص جديد من فيلم طياري. في الأول أفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير، واللي بيتفرج علينا ولسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس. الفيلم بيبدأ مع ويلا بتكون حامل، وجوزها ليف بيكلمها وهو في شغله، وبيكون شغال تبع شركة أمن خاصة لنقل الأموال، وبيجهزوا لسرقة الفلوس اللي هينقلها للبنك. ومعاهم هيلي، ودي واحدة من العصابة وواقفة على باب البنك بتراقبه، وكمان معاهم كينزي وفيلين، ودول بيراقبوا الكاميرات. بعد ما ليف واللي معاه بيحطوا الفلوس في الشاحنة وبيركبوا، ليف بيعرفوا إن معاه قنبلة ولو قام هتنفجر. العصابة بتتجمع علشان ينقلوا الفلوس للشاحنة بتاعتهم، بس بيطلع عليهم رجل أمن، وفي نفس الوقت كينزي بتقول لهم إن الشرطة قدامها 3 دقايق وهيوصلوا، فلازم يمشوا بسرعة. لما بيحاولوا يمشوا، رجل الأمن بيضرب ليف رصاصة في رقبته، بس باقي العصابة بتهرب والشرطة بتوصل. بعد 6 سنين ويلا بتكون خلفت بنت وسمتها صوفي، وعندهم جار اسمه كارل، وده دكتور. وصوفي وهي بتتعب وبتفقد الوعي. كارل بياخدها هو ويلا للمستشفى اللي شغال فيها. بعد ما بيكشف عليها كارل بيعرف إن عندها صمام رئوي غير مكتمل، ولازم تعمل عملية جراحية في القلب، ولازم يكون المتبرع نفس فصيلتها. للأسف ويلا مش بتكون نفس الفصيلة، وكارل بيقول لها إنه عارف إن أبو صوفي متوفي، فمشكلتهم دلوقتي إن هم يلاقوا متبرع ياخدوا منه نسيج يزرعوه لصوفي. ويلا بتسأله مفيش حل تاني، بيقول لها مفيش حل غير إنها تستنى في قائمة الانتظار ويعملوا لها زراعة قلب بالكامل. بس كده صوفي هتستنى شهور، وهي لازم تعمل العملية في خلال أسابيع. ليف في السجن بيحاول يتصل بصحفي، والمأمور بتاع السجن بيعرف، فبيروحوا بيسألوا عن اسم الصحفي اللي حاول يكلمه. ليف بيرفض يقوله، فالمأمور بيدخله 2 من المسجونين علشان يضربوه. ووقتها بيكون واقف مع المأمور حارس اسمه جيدن، وجيدن بيكون متضايق من اللي بيحصل، والكاميرات بتصور. ويلا بتقول لكارل إن والد صوفي ما ماتش، وهي قالت كده قدام بنتها علشان شايفة إنها تعرف إنه مات أحسن ما تعرف إنه مسجون. كارل بيقول لها يبقى ده أمل صوفي الوحيد، ولازم باباها يتبرع لها. بتفهمه إنها بقالها سنين مش بتكلمه ولا بتزوره، بس ويلا بتقرر إنها تروح له السجن. وطبعا لما بتروح بتلاقي جوزها في غيبوبة في المستوصف بتاع السجن. المأمور بيدخل لها وبيعرفها إن جوزها اتخانق مع 2 مساجين، وبسبب كده هو في غيبوبة. وبيقول لها ان الدكاترة بتقول انه مش هيعيش، بس هي بتقوله ان ليف قوي وهيقوم. ولما بينزلوا من عند ليف، ولا بتحكي له على صوفي وانها عايزة تاخد أنسجة من عند ليف علشان تنقذ بنتها. المأمور بيقول لها ان لازم ليف يكون واعي علشان يوافق على ده، ولا بتقوله لو كان فايق كان هيوافق علشان ينقذ بنته. بيعرفها ان ده حوار كبير ولازم ياخدوا إذن من المحكمة، وهي بتوافق انها تستنى، بس بيقول لها انه كده هو قدم طلب علشان يشيل ليف من على الأجهزة، لأنه خلاص بيموت، وقعدته على الأجهزة بتكلفهم كتير، ومفيش أمل لأنه يفوق من الغيبوبة. وبكده ويلا ملقتش حل غير إنها تكلم فيلين وكينزي. بتقابلهم في المستشفى عند صوفي. بنفهم من كلامهم إن هما كانوا متفقين من وقت آخر عملية إن هما يبعدوا عن بعض وما يتكلموش خالص، بس فيلين وكينزي ما كانوش ملتزمين بالاتفاق. وبتقول لهم ويلا إنها عايزاهم في خطة جديدة، إن هما يقتحموا السجن علشان دي الطريقة الوحيدة اللي هتنقذ بيها بنتها. وبعد محاولات كتيرة من الإقناع بيوافقوا أخيرا إنهم يساعدوها. بيتجمعوا في بيت ويلا، وفيلين بتسأل كينزي عن ليف وهيلي يعرفوا بعض من إمتى. كينزي بتقول لها يعرفوا بعض من قبل ليف ما يعرف ويلا. بتدخل ويلا عليهم فبيسكتوا، وكينزي بتحاول تخترق أمن السجن، وبتلاقي ملف مشفر بتاع المأمور، وبتقول عليه لويلا، وبتقول لها تطبعه وهتبقى تشوفه. وبيقولوا إن لازم واحدة منهم تدخل السجن وتكون عينيهم جوه. فيلين بتقترح ان هم يكلموا هيلي تساعدهم وتدخل هي، بس ويلا بترفض ان هيلي ترجع معاهم. وبيلاقوا ان السجن طالب موظف يبقى امين المكتبة، فقرروا ان فيلين هي اللي هتروح، وكينزي هتضرب لها شهادة الماجستير. بعدها بتروح كينزي لويلا في المستشفى، وبتكون اخترقت كاميرات السجن، وبتقول لها ان في السجن في محطة توليد الكهرباء، ودي بتوصل للمستوصف، والكاميرات اللي هناك مش شغالة. كينزي بتقول لهم إنها هتقدر تخترق الكاميرات، بس نظام الأمن مش هتقدر تخترقه. بتقول لها ويلا إن دي الطريقة اللي هيدخلوا بيها المبنى، بس إزاي هيدخلوا من البوابة؟ بيدخلوا أوضة صوفي، وبتلاقي إن فيلين كلمت هيلي وجابتها علشان تدخل هي السجن. ويلا بتتضايق وبتمشي،
بيتجمعوا بعدها كلهم سوا، وهيلي بتقول لهم إن ما ينفعش تدخل هي السجن لأن هم عارفينها علشان كانت بتزور ليف وشكلها كده هي بس اللي كانت بتزوره. ولا بتحكي لهم إنها آخر مرة راحت له هو اللي طلب منها ما تجيلهوش تاني علشان لو حد عرف إنها متورطة معاه هيسجنوها، وبكده صوفي تبقى خسرتهم هما الاتنين. وبيرجعوا لقرارهم إن فيلين هي اللي هتكون جوه السجن. ولا بتدخل على هيلي وهي في أوضة صوفي وبتلاقيها حاطة صورة ليف جنب صوفي، وبتقول لها هيلي إن من حقها تعرف مين هو أبوها، بس ويلا بتقول لها إن دي تبقى بنتها وهي المسؤولة عن تربيتها ومش عايزاها تتدخل في شؤون بنتها. هيلي بتسيب الصورة بتاعت ليف وبتخرج. بعدها بيدخل كارل وبيكون حاسس إن في حاجة غريبة بتحصل، وبيشوف صورة ليف وبيسألها لو ده يبقى والد صوفي، فبتاخد منه الصورة وبتقوله إنها مش عايزة تتكلم في حاجة علشان الموضوع معقد شوية. كارل بيفكرها إنه صديقها وعايز يعرف عنها كل حاجة، وبيسألها عن البنت اللي لسه خارجة وعن البنات اللي كانوا هنا امبارح، وبيسألها لو في معاها مشكلة. بتعرفه إن دول صحابها من زمان وإن مشكلتها مرض صوفي، وبتتكلم معاه وهي متضايقة علشان بيتدخل في حياتها. وبتوصل فيلين السجن علشان تستلم شغل المكتبة، وهناك بتتعرف على جيدن وبيقول لها إن أكتر مكان بيقعد فيه هو المكتبة، وهي بتقوله إن عندها شغل علشان يحل عنها. بعدها بتروح تصور السجن لحد ما بتوصل لمحطة توليد الكهرباء، وبتلاقي الباب اللي بيوصل للمستوصف بيكون مقفول. بيدخل عليها جيدن وبيكون معاه مفتاح الباب ده، وبتقوله إنها جات هنا بالغلط وهي بتدور على الكافيتيريا. بعدها بيتجمعوا الأربع بنات علشان يخططوا هيدخلوا إزاي. بتقول ويلا لهيلي إنها تشتغل الحارس وإن فيلين تجيب المفتاح، بس فيلين بتقول لها إنها مش هتقدر تجيب المفتاح، بس كنزي بتقول لها تجيب لها صورة المفتاح وهي هتعمل زيه. تاني يوم فيلين وهي خارجة من السجن بتدي كتاب لجيدن، ولما بيكون مشغول في تفتيش شنطتها بتصور المفتاح، وجيدن بيطلع وراها بيعزمها على الغدا فبتوافق، وبيتفقوا إن هما يتقابلوا بكرة. وبتبعت فيلين صور المفتاح لكنزي. كنزي بتكون في المخزن اللي بيتجمعوا فيه، وبتدخل ويلا عليهم وبتقول لها كنزي إن الملف المشفر طلع فيه شكاوي في مأمور السجن بسبب سوء معاملته وفساده. ويلا بتلاقي كارل بيخبط عليهم وبيكون جاي وراها علشان حس إن ويلا بتتصرف تصرفات غريبة، فمشى وراها علشان يشوفها بتعمل إيه، وبيسألها إيه اللي بيحصل هنا بالظبط. بتضطر إنها تحكي له على الخطة بتاعتها. هو بيكون مصدوم فيها وبينصحها وبيقول لها ما ينفعش تعمل حاجة زي كده وصعب إنها تقتحم السجن. بتفهمه إن دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تنقذ بيها بنتها. بيسألها لو الخطة فشلت إيه هيكون مصير صوفي. بتأكد له إن الخطة هتنجح. هيلي بتتدخل في الكلام وبتقوله إن هما محتاجين جراح معاهم علشان ياخد أنسجة القلب. كارل بيتعصب وبيقول لهم إن مستحيل يتورط في الجنون ده وبيخرج من المكان. كنزي وهيلي بياخدوا بالهم إن كارل وويلا في ما بينهم إعجاب. بعد كده كنزي بتشتغل على صور المفتاح لحد ما بتقدر تعمل واحد زيه بالظبط، وبتروح ويلا لصوفي وكارل بيدخل لها وبيقول لها إنها لو قدرت تعمل المعجزة دي هتنقذ حياة صوفي، وبيديها عنوان دكتور جراح بس هو ممنوع من ممارسة المهنة، وبيعرفها إن ده هيقدر يساعدها. بتكون فيلين عند جيدن وبيسألها هي مش أمينة المكتبة، وبيكون شاكك فيها إنها مراسلة اللي كان ليف بيكلمها تبع الصحفي. بتقوله إنها ما تعرفش حاجة عن اللي هو بيقوله. بيحكي لها عن ليف وبيقول لها إن الغيبوبة اللي هو فيها ما كانتش بسبب مشاجرة، والمأمور هو اللي أمر السجناء إنه هما يضربوه لحد ما دخل في غيبوبة، وبيكون حاسس بالذنب إنه ساكت عن جرائم المأمور. بتروح ويلا وهيلي للدكتور اللي قال عليه كارل وبيكون اسمه توم، بس هو دلوقتي شغال في الجزارة، وبيقول لهم إن الجزارة والجراحة محتاجين نفس المهارات بس الجراحة محتاجة دقة شوية. وبتسأله هيلي ليه رخصته في ممارسة الطب اتسحبت منه، فبيحكي لهم إنه كان بيعمل عملية لمريض وهو تحت تأثير الكحول، فالمريض مات منه، فأهل المريض رفعوا قضية عليه واتسحبت منه الرخصة. وبيسأل ويلا المتبرع عايش ولا ميت. بتقوله إنها عملية استخلاص بسيطة للأنسجة وإن هم عايزين يعملوا ده بسرعة. بيقول لها إن هم يحتاجوا 30 دقيقة. بتتفق معاه على الفلوس وبتديله جزء منها، وبيسألها إمتى وفين المهمة. بتفهمه إن فين وإمتى دي حاجة معقدة شوية. هو بيقول لها إنه بيحب العمليات الصعبة، فويلا بتتفق معاه إنها تبقى تكلمه وتقوله كل حاجة. بتروح فيلين أوضة ليف وبتكون هناك ممرضة
وبتعرف منها إن المأمور وصل للي هو عايزه، وبكرة الولاية هتبعت دكتور وممرضة علشان يشيلوا الأجهزة عن ليف. بتخرج فيلين بسرعة علشان تتصل بويلا، بس ويلا بتكون مشغولة مع هيلي. بيجهزوا الشاحنة اللي هيروحوا بيها، وبتقول ويلا لهيلي إنها كان معاها حق، وإنها لازم تقول لصوفي من أبوها ومين كمان هم عيلتها. وبتطلب ويلا من هيلي إن هم يرجعوا عيلة زي زمان، بس هيلي بتعرفها إن ده ما بقاش ينفع. بتسمع ويلا اتصال فيلين وبتقول لها اللي عرفته عن ليف، وقررت إن هم لازم بكرة يقتحموا السجن علشان ما عندهمش وقت. وبيبدأوا يجهزوا علشان يعرفوا يدخلوا السجن، وبيحضروا صندوق زي اللي بيدخل فيه الأكل، وكمان بيخلوا الشاحنة نفس شكل الشاحنة اللي بتدخل الأكل للسجن. والدكتور وويلا بيلبسوا لبس الشرطة وبيدخلوا جوه الصندوق اللي بيكونوا عاملين له باب، وهيلي هي اللي بتسوق الشاحنة. تاني يوم الصبح بتوصل فيلين السجن، وكمان كنزي بتوصل بالشاحنة بتاعتها في مكان قريب من السجن، وبتكون اخترقت جهاز أمن السجن. وويلا مع الدكتور بيوريها إن معاه قنبلة علشان لو احتاجوها، بس هي بتقوله يشيلها، هما مش عايزين يستخدموا متفجرات ولا أي أسلحة. لما بتوصل هيلي بالشاحنة اللي فيها ويلا والدكتور، الحارس بيسأل فين السواق القديم، فبتقوله إن هو مريض وهي جت مكانه. فبياخد اسمها وبيتصل بشركة الأمن علشان يسأل على هيلي، وكنزي اللي بترد عليه كأنها الموظفة وبتقوله إن هي سواقة جديدة ويسمح لها تدخل. الحارس بيسمح لها تدخل، وفي مساجين بيساعدوها إنها تنزل الصناديق وبيدخلوها للمخزن. وبيطلع منها ويلا والدكتور وبيروحوا على محطة توليد الكهرباء. بتروح لهم هناك فيلين بتفتح لهم بالمفتاح اللي معاها الباب اللي بيودي على المستوصف. بيوصلوا المستوصف وبيبدلوا هدومهم وبيلبسوا هدوم كأنهم الدكتور والممرضة، وبيدخلوا الأوضة لليف، وبتكون هناك واحدة تبع الشرطة وبيعرفوها إن هما الدولة بعتتهم علشان ليف، بس هي بتقول لهم إن لازم تتصل بمكتب المأمور علشان يجي يحضر معاهم. بتتصل الست بالأمن علشان تسأل لو تدخل الدكتور اللي جاي. كنزي طبعا اللي بترد عليها وبتقول لها إن هما دول اللي بعتينهم وتخليهم يشتغلوا. الدكتور وويلا بيقولوا لها إن هما لازم يبدأوا دلوقتي حالا علشان ما عندهمش وقت، بس هي بتقول لهم ما يعملوش أي حاجة غير لما تروح تجيب بنفسها المأمور. أول ما بتخرج الدكتور بيبدأ يحضر للعملية، والحارس اللي دخل هيلي بيدور عليها لأنها سايبة الشاحنة، وبيعرف إنها في الحمام وبيقول لها تخرج علشان تمشي بالشاحنة، وبتخرج بيها وبتقف عند البوابة. وبيكون الدكتور لسه هيبدأ يشتغل. المأمور بيوصل ومعاه الدكتورة والممرضة اللي بعتتهم الولاية، وبتقابلهم الست اللي كانت في أوضة ليف، وبتقول للمأمور إن الدكتور وصل وعند ليف في الأوضة. المأمور بيقول لها إن الدكتور اللي مبعوث هو اللي معاه دلوقتي، فبيستغربوا مين اللي عند ليف في الأوضة حاليا. فيلين بتكون في المكتبة وجيدن بيدخل لها وبيديها فلاشة وبيعرفها إن دي نهاية القصة اللي هي فيها. بيجيله على اللاسلكي من المأمور إنه يروح له على المستوصف في أوضة ليف. لما بيروح هناك ويلا بتقوله ممنوع يدخل والدكتور شغال. بتيجي فيلين وبتقول لها إن جيدن معاهم وإنها حكت له كل حاجة، وكمان المأمور عرف بوجودهم وهو في طريقه ليهم. الدكتور بيقول لهم إنه لسه محتاج 20 دقيقة، بس في طريقة واحدة علشان يخلص بسرعة، إنه يخرج القلب بالكامل. بس ويلا بتقوله إن هما كده هينهوا حياته. هو بيقنعها إن كده كده هيموت لأن إدارة السجن هتفصل عنه الأجهزة. ويلا بتتصل بهيلي وبتحكي لها اللي حصل، فهيلي بتقول لها توافق على كلام الدكتور لأن مفيش حل تاني. وفعلا الدكتور بينزع القلب من ليف وبيحطوه في صندوق وعليه أكياس تلج، وبيخلصوا وبياخدوا حاجتهم ويمشوا، وبيسيبوا المستوصف علشان يهربوا قبل المأمور ما يجي. وجيدن بيقول لهم إنه هو هيروح يعطلهم. في نفس الوقت ده الحارس بيشوف الصندوق اللي كان فيه ويلا والدكتور، وبيتصل بباقي الحراس علشان يمنعوا هيلي تخرج بالشاحنة، والإنذار بيشتغل في السجن كله. بيكون المأمور وصل أوضة ليف وبيسأل جيدن لو شافهم. جيدن بيقوله إنه لما جه كانوا هما مشوا ولقى ليف على الحالة دي. المأمور بيأمره إنه يروح يجيبهم حالا. الدكتور وويلا وفيلين بيكلموا كنزي علشان تقول لهم الطريق اللي يهربوا منه وتوصف لهم يمشوا ازاي. المأمور بيكون شايفهم في الكاميرات وبيدي أمر إن هما يقفلوا كل أبواب السجن
أول ما فيلين وويلا بيلاقوا البوابة بيخرجوا من محطة توليد الكهرباء، بس الدكتور بيكون لسه جوه، وبيلاقوا حارس بيوقفهم مع السجناء وبيثبتهم بالمسدس، فالدكتور بيرمي عليهم القنبلة وبيشتغل بيها الحارس، وبتهرب فيلين وويلا وبيرجعوا تاني مع الدكتور، والقنبلة أصلا بتكون اشتغالة. الحارس بيكلم المأمور وبيقول له إن السواقة هيلي معاهم في الحجز. المأمور بيقول لجيدن ياخدها ويقابله في محطة توليد الكهرباء. لما المأمور بيوصل هناك بيكون الدكتور وفيلين وويلا هناك، وبيرفع عليهم البندقية وبيدخل جيدن وهو مكتف هيلي. المأمور بيقول لها إن جوزها كان مجرم وأخد عقابه، وممكن بنته تطلع زيه وبرضه تاخد عقابها. فيلين بتقطع كلامه وبتقوله إن هو اللي قتل ليف. المأمور بيسألها إيه دليلها على اللي بتقوله، بتعرفه إن معاها فلاشة تثبت ده. بيسألها إيه اللي على الفلاشة، جيدن بيقوله الفلاشة عليها لقطات المراقبة اللي تثبت فساده. بيسيب هيلي والمأمور بيديله طلقة، بس بيكون لابس واقي والرصاصة بتيجي فيه. المأمور بيضرب ويلا بس هيلي بتقف قدامها والرصاصة بتيجي في هيلي في بطنها، وفيلين بتضرب المأمور في رقبته وبتسحب منه البندقية بتضربه بيها وبيقع على الأرض. بيحاولوا يقوموا هيلي علشان يهربوا، بس بيقوم المأمور وبيطلع مسدس وبيشوفوا جيدن، وجيدن بيضربه بالنار. ويلا بتتصل بكنزي وبتقول لها تروح لهم بالشاحنة عند البوابة. بيروحوا عند البوابة وجيدن بيخلي الحراس يفتحوا لهم البوابة علشان معاهم واحدة مصابة، وبتكون كنزي وصلت وبيركبوا الشاحنة وبيمشوا. وجيدن اتفق مع زمايله كأن مفيش حاجة حصلت، واللي حصل للمأمور ده بينهم هما الاتنين. وهما في السكة بتتصل ويلا بكارل وبتقوله إنها حققت المعجزة وإن هما جايين لعنده. في السكة هيلي مش بتستحمل الإصابة وللأسف بتموت، وبعدها صوفي بتعمل العملية وبتفوق في المستشفى. وصوفي بتسأل مامتها عن كنزي وفيلين، وويلا بتقول لها إن دول يبقوا عيلتها. وبيجي كارل وبيطمن ويلا إن صوفي حالتها مستقرة. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.